صارت اخطاء فرديه استغلوها، عندهم يلعبون طويل، ايمن ينزل. الحمد لله والشكر على كل حال، ان شاء الله نعوض بالمباراه القادمه. مبروك الفريق النفط، هارد لك فريقي. يعني مثل ما تعرف انت اخطاء يعني كانت فرديه. فريق النفط يعني بتعرف انت من احسن الفرق مستقرين كاداء تدريبي كلاعبين. احنا مرينا بظروف تبديل مدربين، تغيير مدربين، يعني ان شاء الله القادم افضل، ان شاء الله نعوض ان شاء الله. الفريق هذه مباراه رسميه والتجريبيه ورسميه، هاي الاولى الي يعني. الفريق النفط لعب او مباراه تجريبيه، 5 مباريات تجريبيه او 4 مباريات تجريبيه. فريق مستقر بمدربه بلاعبينه موسمين، اداء جيد، امكانيته عاليه. احنا الان عندنا نلعب بالممكن اللي موجود عندنا، لذلك انه نشوف انه اخطائنا كثيره، وانا كنت متخوف من الاخطاء الفرديه وحاط يعني النقاط عليها، وبالفعل الاخطاء الفرديه اللي يعني سوت الكفه الى نادي النفط. لذلك انا اقول انه فريق يعني عندنا ان شاء الله اضافات بالمستقبل ان شاء الله. الفريق بامل تحقق طموح الاداره بالبقاء ضمن الدوري الممتاز؟ لا ان شاء الله، احنا عندنا بعد 31 مباراه ولا 30 مباراه، يعني المسافه طويله بعد يعني لكن عندنا احنا نحتاج اضافات، والاضافات موجوده ان شاء الله. على المباراه القادمه ان شاء الله حتغير الفريق. في 3 نقاط احنا الاهداف اكيد تجي من روح الفريق وتعاون اللاعبين، يعني تعرف 3 اهداف 3 لاعبين مختلفين، يعني مهاجم و2 لاعبين نص. الحمد لله والشكر قدرنا نعوض ال3 نقاط بعد نقول احنا خيبه امل وتعادلنا يعني امام الطلبه. الحمد لله والشكر، يعني اكيد هذا رقانا في الترتيب، وان شاء الله القادم افضل. تسهيل الله. 3 نقاط مهمه اعتقد تعزيز مسيرتنا بالدوري وتعطي دافع وحافز معنوي لنا كمدربين واللاعبين بعد توقف طويل. فاكيد يعني المستوى الفريق اللي ظهر عليه خلال مباراه اليوم يعني يبشر بخير، ونتمنى نستمر خلال المباريات القادمه. فريق طبق واجباته بشكل صحيح. فريق السماوه يعني من الفرق الجيده اللي بدا يستخدم الاسلوب التكتيكي بالنسبه للجانب الدفاعي، يلعب 5 مدافعين، وهذا اكيد يعني جانب معقد بالنسبه كيف انت تتغلب على الزياده العدديه بالنسبه لدفاعات الخصم. طبقوا اللاعبين بصعود حسام بالزياده العدديه، دخول علي قاسم ودخول مازن فياض الى الوسط، انطانا الحلول وقدرنا نسجل منها اهداف من الجانب.